الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. النهارده ان شاء الله هنشرح مع بعض سلسله جديده جدا في تعليم الكفرات. كنا شرحنا مع بعض حاجات كتير عن الانتريهات والركن الكرانيش والقب. النهارده ان شاء الله هنبدا في 2024 الصالونات وايادي الصالونات وكل حاجه تخص الصالونات. هنبدا اول فيديو عن الشازلونج عشان اتطلب مني كتير. يلا بينا نبدا الفيديو، بس قبل ما نبدا الفيديو نسمي الله ونذكر الله ونصلي على النبي ونعمل اللايك المتين وتعملوا لي بقى الشير، ويلا بينا نبدا الفيديو. ورجعت لكم على السبوره علشان خاطر اوريكم الدنيا ماشيه ازاي. النهارده ان شاء الله هنشرح الشازلونج، هتشوفوه على السبوره وتشوفوه عملي من عند العميله. اول حاجه هنحتاج سواء قب او كرانيش، هنحتاج ارتفاع الظهر من الامام وارتفاعه من الخلف، تمام. وعايزين طول الظهر، الشازلونج بيبقى متوسط كده وجاي بكيرفين، وعايزين طول اليد ودوران اليد وطول القاعده والعرض بتاعها، تمام. هنبدا ان شاء الله ناخد ارتفاع الظهر هنا عندي 50 او 60 سم، والخلفيه بتبقى 70 سم. يبقى هنجمع ال70 مع ال60 وناخد قطعه قماشه جكار هتبقى 70 زائد 50 ايا كان المقاسات اللي موجوده معاكي في الشازلونج بتاعك، متر وربع مثلا. طيب والطول ده، طول الشازلونج عندي اللي انا كنت بعمله مع العميله كان طوله 130 سم. احنا هناخد القماشه دي وهنعمل القصه بتاعتنا، هشرح لكم كل دوت وانتوا هتفهموه مع العملي، مع الفيديو اللي هينزل لكم في العملي. القاعده بتاعتي باخد القاعده مع الصدر، القاعده مع الصدر ده الحته اللي بتدير الرجل دي، تمام. لو انت هتعمليه بكرانيش يبقى انت هتاخدي القاعده بس. وهناخد معانا طول اليد بيبقى 80 سم ودوران اليد بيبقى 130 سم. 130 سم ده لو هو هيبقى قب، بكرانيش هيبقى متر، تمام. يبقى احنا محتاجين للشازلونج 3 قطع، دي ما فيهاش اي توصيلات ولا اي حاجه، قطعه للظهر وقطعه للقاعده وقطعه لليد. هنشبك ده كله مع بعض ازاي هنشوفه في الفيديو العملي ان شاء الله. هتمسكي قطعه القماشه اللي هي الظهر دي، قلنا مثلا متر وربع في 130 سم. هتمسكي القماشه كده اهو وتفرديها على الارض على المتني. الامام بتاعك قلنا 50 سم والخلفي بتاعك مثلا 70 سم. المقاسات دي مقاسات شازلونجي انا اللي شغاله عليه، طبعا هو بيختلف في المقاسات. هتتنيها وبعد ما تتنيها اهو ده الامام بتاعك اهو، ده الامام ماشي وده الخلف. هتروحي ماسكه كده اهو قصه الحته دي كده، قصها كده، يبقى دي كلها هتتقص اهي، تمام. من هنا اهو كده هتدوري هتبقى معاكي كده وتروحي مخيطاهم، تمام. وتشبكيها في القاعده وفي اليد. كل ده هعمله معاكم عملي علشان خاطر ما تتوهوش مني. انا طبعا زي ما انتم عارفين ان انا كنت جايبه ركنه علشان اسرج واشرح لكم عليها بالتفصيل الممل، بس طبعا مش هقدر اجيب كل القطع عندي في المعرض شازلونج، ومش هعرف اجيب صالونات ومش هعرف اجيب الكلام ده كله. بس حبيت السنه دي ان انا ابدا معاكم بدايه جديده مختلفه زي ما انتم متعودين في بركه خيط، ان انا بشرح كل حاجه، كل جديد ومفيد، تمام. دي حاجه. تاني حاجه ان شاء الله عامله خاصيه كده ابتداء من السنه دي، ان احنا ننزل مع بعض بقى اللي في القاهره والجيزه، ننزل بقى بالمكنه مع الاستاذه غاده مع فريق العمل بتاعنا علشان خاطر نشرح لكم كل حاجه بالتفصيل الممل. وفي الصالونات ليها ايادي طبعا خشب وليها ايادي متنجده، في صالون لوكينزي، في صالون باجير، عندنا صالون ابيسون، كل الحاجات دي اللي من غير ايادي كل ده هنشرحه قدامكم من عند العميل في بيته. فدي برضو ميزه جديده للعميل ان بيشوف كل حاجه بنفسه على الطبيعه. وما تفتكروش ان الكنبه الانتريه اللي بتبقى بنص ظهر زي الشازلونج دي ليها مقاس ودي ليها مقاس. تعالوا كده نشوف. بصوا يا بنات، الشازلونج حاجه هنزل لكم طبعا صورته على في نفس الفيديو ده. الشازلونج حاجه والركنه اللي بتبقى بنص ظهر دي حاجه ثانيه. زي ايه؟ زي كده مثلا ادي ركنه اهي، تمام، وده الكتف بتاعها. دايما الركنه اللي بتبقى بنص ظهر بتبقى بكتف، دي حاجه كده قاعده اساسيه، تمام اهو. بس القاعده بتاعتها ساعات تبقى مربعه واحيانا تبقى مدوره.
دي ليها تفصيله ودي ليها تفصيله تانية خالص. كل الحاجات الجديده دي ان شاء الله هنعملها مع بعض في 2024 ان شاء الله، تبقى سنه جديده وسعيده عليكم كلكم جميعا. هنشرح فيها حاجات مختلفه خالص. صالونات اللي انتوا قلتوا لي عليها، كل كومنتاتكم كنت بدرسها كويس جدا، كنت زي ما تقولوا كده كنت بفلتر الدنيا واشوف هنشرح ايه وبعدين ايه وبعدين ايه، وهنمشي على برنامج هشرحه لكم في الفيديوهات العمليه. يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنسونيش في احلى شير ولايك وسبسكرايب لقناه بركه خيط علشان نقدم لكم. وزي ما انتم شايفين يا بنات، لما بوعدكم الحمد لله اني انا يعني بكون صادقه في وعودي. انا قلت لكم اني انا هشرح لكم عملي من عند العميله. هنا يا بنات الكنبه، اليد بتاعت الشازلونج مختلفه عن يد الكنبه في ايه؟ في حاجه واحده بس، ان يد الشازلونج انا قصتها 110، انما الكنبه اللي في وشها دي كانت 1.25 متر زي ما انا شرحت لكم في فيديو قبل كده الكنبه الكب. ليه هنا؟ لان الشازلونج برجل خشب وقصير شويه عن الكنبه، فاخدنا قطعه القماش اللي هي 1.10 متر دي في نص عرض القماش زي ما احنا متعودين. وبعد كده هنشوف الظهر بتاعنا امام وخلف كان معايا 1.25 متر. طول الظهر هنا 130 سنتي غير طول الشازلونج نفسه من القاعده، يعني القاعده اطول حاجه بسيطه من الظهر، تمام زي ما احنا شايفين كده في الفيديو. بعد كده هناخد معانا الظهر امام وخلف، هنعمل له القصه اللي هي الكيرفي دي. وبعد كده هنشوف القاعده زي ما احنا شايفين ان القاعده الصدر بتاعها لو ركزتوا هتلاقوه من غير توصيل. اهم حاجه عندي ما يبقاش فيه توصيلات، القاعده لوحدها والظهر لوحده واليد لوحدها، وبعدين بنشبك التلاتة مع بعض. طبعا زي ما انتوا عارفين ان انا بحب احاول على قد ما بقدر بشرح لكم الحاجه بكل سهولة ويسر، سواء شرح على السبورة نظري او شرح من على المكنة من تحت في المعرض. والاوبشن الجديد اني انا بقيت اشرح لكم من عند العملاء. طبعا بستأذنهم ومتشكرة جدا ليهم ان هم متعاونين جدا معايا، وان هم بيبقوا مبسوطين جدا، ومتشكرة لحسن استضافتهم لينا. كل دوت علشان خاطر انتوا المعلومة توصل لكم على قد ما اقدر بكل سهولة. يعني ما تبخلوش عليا بقى بالشير واللايك، والدال على الخير كفاعله. زي ما انا بعمل مجهود جبار اني انا اوصل لكم المعلومه، يا ريت انتوا كمان تشيروا الفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.